أحبائي وأعزائي، أهلا وسهلا بحضراتكم في قناة كوكب الشرق. أحبائي وأعزائي أصدقاء قناة كوكب الشرق ومحبي الفنون ومحترمي ومثقفي هذا البرنامج، أهلا بحضراتكم وسهلا في قناتكم كوكب الشرق. والنهارده بنلتقي مع موضوع حساس، وهو موضوع المساكنة أو ممارسة الجنس من قبل الزواج. في العديد من النجمات أثاروا جدل واسع مؤخرا بعد ما اعترفوا وأعلنوا إنهم مع إقامة علاقات حميمية قبل الزواج ولا يمانعن الإنجاب من دون زواج. وبالرغم من إن العادات والتقاليد وقيم المجتمع وتعاليم الأديان بتحكم مجتمعاتنا، إلا إن عدد من الفنانين أعلن صراحة عن موافقتهن على إقامة علاقات جنسية قبل الزواج، وده اللي عرضهم لانتقادات عديدة من وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة. أكدت النجمة نيلي كريم إنها بتدعم فكرة وجود علاقات قبل الزواج، وقالت: أنا مالي يكون في علاقات ولا ما فيش قبل الزواج، لكن أنا مع وجود هذه العلاقات. وده في حوار سابق ليها ببرنامج شباب توك. وقالت إن الممثلة منى هلا إن الأساس الشرعي في أي علاقة بين الرجل والست هي الإشهار، مؤكدة إن العلاقة قبل الزواج حرية شخصية وشرعية تماما، كونها بتستند على مبدأ الإشهار والإعلان، واللي بيعتبر من أهم شروط الزواج. وتابعت هلا وقالت خلال مداخلة هاتفية مع قناة ألمانية: أي علاقة معلنة بتعتبر علاقة شرعية طالما مش بيخفوا العلاقة. الزواج في أي دين أساسه الإشهار والإعلان، خاصة إن العلاقة لا يدخل بها أي نوع من أنواع المصلحة، وهناك الكثيرون يتزوجون من أجل المصلحة فقط. أكدت المخرجة إيناس الدغيدي إنها لا تمانع إقامة علاقات جنسية قبل الزواج طالما علاقة يعلمها الجميع، وقالت: الزواج أصله إشهار، وما دام الكل عارف إن في اتنين مرتبطين ببعض يبقى فين الغلط. أما نجلاء بدري فقالت: العلاقة الحميمية بين الطرفين قبل الزواج من الناحية العلمية ده بيؤدي إلى الزواج طويل الأمد، ولكن يرفض المجتمع الشرقي تلك العلاقة بين الزوجين بسبب العادات والتقاليد الدينية. أكدت الفنانة اللبنانية مايا دياب إنها بتؤيد المساكنة قبل الارتباط لأنها بتساعد الشريكين على اكتشاف حقيقة شخصيتهم قبل الارتباط الأبدي، وأكدت إن هي عاشت مع حبيبها بشقة مفروشة قبل الجواز وقعدت معاه 2 سنين. وأضافت مايا إنها لا تمانع من خيانة زوجها، ولكن في حالة واحدة فقط: أن تتأكد من خيانته ليها أولا. وأضافت إنها لن تمانع ابنتها كيا بإقامة علاقة مع شخص ما قبل الجواز، كما كانت هي على علاقة بزوجها قبل الجواز، وبررت ده بقولها: يجب على الطرفين إن هم يتعرفوا كويس على بعض حتى لا ينفصلا فيما بعد. واعترفت مايا إنها أقامت علاقة جنسية لمدة عامين مع جوزها قبل الجواز، وأكدت إن الخيانة الزوجية ازدادت خلال الآونة الأخيرة، وإن خيانة الرجل لزوجته 100% بدون أي أسباب، أما خيانة الزوجة لزوجها لها العديد من الأسباب. قالت كمان المطربة اللبنانية أليسا إنه لا مانع لديها من حمل المرأة بدون زواج، واشترطت فقط إن يكون المجتمع يسمح بذلك. وقالت إنها مش ضد المجتمعات الغربية واللي عندها قوانين مدنية، لكن إذا كانت في لبنان قوانين مدنية تسمح بهذا الأمر يا ريت، وتمنت أن يكون في قوانين تحمي المرأة اللي بتحمل بدون زواج. وقالت: كنت هكون من أوائل الأشخاص اللي يقوموا بدعم مثل هذه القوانين، ولكن أعيش في مجتمع شرقي له ثقافة خاصة لا يمكنها أن تخرج عنها.
وده خلال حوار ليها في برنامج اسمه كل يوم جمعة مع عمرو أديب. أما انتصار قالت في رجالة كتير قبل ليلة الزفاف، في رجالة كتير قبل ليلة الزفاف محدش شرح لهم ازاي العلاقة الجنسية في الزواج، وأفلام البورنو بتفيد جدا في علاقاتهم الزوجية. أما الفنان أحمد الفيشاوي أكد في آخر حوار ليه إن ممارسة العلاقات الجنسية قبل الزواج أمر صحي جدا، وإنه من الأفضل للطرفين فعل ذلك قبل الارتباط رسمي. وتحت شعار الحرية الشخصية نجوم يثيرون الجدل، آخرهم محمد عطية. ومحمد عطية ده مش عارف يعني نجم، كان نجم إمتى ومش عارف. محمد عطية أثار العديد من الجدل الواسع بعد تصريحاته الجريئة بشأن الزواج واقتناعه التام بأنه لابد من إقامة علاقة جنسية أو كما أطلق عليها مساكنة قبل الزواج، وده الأمر اللي تسبب فيه هجوم شرس عليه. وأعاد للأذهان تصريحات عدد من النجوم اللي بيرفضوا الزواج قبل إقامة علاقة جنسية. وبعد تصريحاته في لقاء ببرنامج شو القصة مع الإعلامية رامع الزيات قال: الزواج عرف بشري اخترعوه بسبب الزراعة، ولو أنا بحب إنسانة ليه المجتمع والقوانين تدخل ما بيننا؟ الأنسب نتجوز من غير عقد زي المساكنة، لأن المعظم بيتجوز عمياني، مع إن الجنس جزء مهم جدا في العلاقة، وأغلب حالات الطلاق بتحصل بسبب عدم توافق الحياة الجنسية. فالأفضل نعيش مساكنة ونشوف ينفع نعيش مع بعض ولا لا. أحبائي وأعزائي مستمعي قناة كوكب الشرق المحترمين، أنا واثق من أنكم تستطيعوا أن أنتم تتناولوا هذا الكلام بميزان حساس، لأنه كلام مخالف لعاداتنا، مخالف لتقاليدنا، وقبلهم مخالف لديننا. احنا ما ناخدش كلامنا من الفنانين ما لهمش غير الفن، التمثيل، العشك بالشك. لكن لما بيتطرق فنان انه يدلي بدلو في احاديث بتتعلق بالعقيدة او بتتعلق في اساسيات الحياة، فلا بد ان احنا نتجه الى المسؤولين من المثقفين ومن الدارسين اللي بيدوا الاراء الصائبة والصحيحة. أما الفنانين إذا كان بيعجبنا دور ليهم أو دورين، أو إذا كان بيعجبنا أغنية الفنانة أو أغنية الواحدة غيرها، هذا مش معناه إن احنا ناخد بآرائها نهائيا بره هذا الفن اللي هي بتقدمه. هي شاطرة في الفن لكن هي خايبة في الحياة، هي شاطرة في الفن لكن هي فاشلة في حياتها، فيجب ألا نأخذ منهم أي نصيحة. ولكن من باب العلم بالشيء، هؤلاء الناس اللي احنا مكبرينهم وشاهرينهم ومدينهم أصواتنا وبنستمع لهم، لابد ان احنا نعرف هم بيفكروا ازاي وهم بيقولوا ايه دون الأخذ به. نحن نعترض على حاجة اسمها المساكنة، نحن نعترض على حاجة اسمها الزواج المعاشرة خارج الزواج. احنا في مجتمعات ليها دين وليها عادات وتقاليد، ونحمد الله ان احنا عندنا دين وعادات وتقاليد، مش ناس عايشين بلا عقيدة. وهذه العادات والتقاليد وقبلهم الدين بيحكمنا ونتبعه ولا نستمع لغيره. شكرا لحضراتكم واسف على الإطالة. كان معكم طارق حسن، وهذه أحدث قناة وأجمل قناة في الشرق الأوسط للفنون السينمائية وغيرها. تحياتي لحضراتكم وإلى لقاء آخر إن شاء الله.